عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم؟ كيف أحوالكم؟ معاكم أحمد ماركم من قناة أحمد العراقي 7. اليوم جايب لكم نتحدث عن التحديث الأخير اللي صار، وجايب لكم تاون هول ليفل 7 لحفظ الكؤوس. طبعا هاي التاون هول من أول ما سويت اليسة أكثر واحد أخذ علي هي نجمة واحدة، وباقيات ولا نجمة ولا نجمة. نشوفكم أول هجمة. طبعا مثل ما تشوفون تنانين ليفل 3 6 تنانين وساحر وعمالقة وحرامية وارشر وبربر وبرق، يعني الدنيا كلها. طبعا هاي اول ما بدأ من هاي الجهة. طبعا هذا التصميم اني سويته، يعني ما اخذته لا من اليوتيوب ولا من اي موقع اخر. طبعا هاي نزل عمالقة والساحرة تنانين. مو كل التنانين نزلها، وراها هسه راح ينزل التنانين الثانية. الحلو بهذا التصميم اذا هجوم جوي مستحيل راح ياخذون نجمتين، الا اذا مثلا عنده تنانين ليفل 4 او شي ثاني يجوز ياخذون بس فقط نجمتين، مستحيل ياخذون 3 نجوم. هاي الاير ديفنس تضرب بالتنانين، وما بقى تنينين فقط بقوا، وهاي التسلا والاير ديفنس والفخاخ تضرب بالتنانين. اما الباقين عمالقة هاي فالمورتارات جاي تضرب بيهم. عفوا. طبعا هسه 61% اخذ من القرية. بس هذا التصميم يعني ابد مو لحفظ الموارد ابد، يعني اللي يريد يحفظ الموارد انصحه ما يسوي هذا التصميم، لان هذا التصميم فقط لحفظ الكؤوس. لان اللي يريد يحفظ الموارد ما يخلي التاون هول برا، العفو ما يخليه يجاوب، يخليه برا. انا مود اللي هاجم عليه، هاي خلصت هجمة، عمود اللي هاجم عليه يعني يعطيه شيلد، ياخذ تاون هول ويعطيه شيلد 12 ساعة، يطور روحه بها 12 ساعة. هاي الهجوم الثاني اللي ما اخذ ولا نجمة. نتابع الهجوم سوية، ما ادري اطول عليكم المقطع. مثل ما تشوفون ايضا يهاجم من هنا لين على مود الذهب، اللي يهاجمون كلهم يهجمون على مود الموارد. هنا الغلطة مفروض ينزل الملك ورا الهلال. هنا نزل تنانين والبربري راح يموتون، لان عندي مورتال، عفوا مورتار ليفل 5. وهاي التنين جاي ياخذ مخزن الذهب. وراح يموتون البرابرة. طبعا مثل ما تشوفون التحديث الاخير نزل تنين ليفل 5، ونزل اللغة العربية باللعبة. بس اني طبعا اللغة العربية من نزلت ما حبيتها، فبقيت على اللغة الاجنبية. مات التنين مثل ما تشوف. نزل بربري وارشر على مود ياخذ عبال الموارد بالمصانع. اني ما اخلي اي موارد بالمصانع، اول ما تطلع لي قبل احصدها واخليها بالمخازن واصرفها اصلا موارد، يعني ما تبقى عندي موارد هواية. خنسرع الهجوم، ما بقى منه اي شي. طبعا ما اخذ ولا نجمة. هاي نزل الملك انسحب، حتى لو ما منسحب هم كان ما يقدر ياخذ، يعني بس يكمل النجمة الاولى. نشوف الهجوم اللي وراه. هاي الهجوم اللي وراه 30% برابرة وارشر وملك. نسرع الهجوم من البداية. نزل البربري وراهم الملك ليفل 5، جنود كلهم ليفل 5، وطاخ خاصية الملك وبرابرة وراه. طبعا هذا الحكي ما عندي دعم كلان، يعني لو عندي دعم كلان كان يعني اقل من نسبة ما اخذ من هاي النسبة. طبعا هاي التسلا والمورتار جاي ضربا بالملك. مثل ما تشوفون نزلت الملك اني، حتى مثل ما تنتبهون ما عندي دارك الكسر. هاي خلصت الهجمة 31%، ما اخذ كل شي، لا موارد ولا كؤوس، وحتى ما اعرف ليه جاي يهجمون علي على مود 90,000 او 100,000 ذهب لازم، وما اشوفها تسوى. طبعا هذا اخر هجوم 27%، اللي هو ارشر وحرامي.
وياهم برا. اكثر شي نزل حرامية. خنسر على الهجوم. نزل منا ارشر عبالي راح ياخذ دارك اليكسر. طبعا انا ما عندي دارك اليكسر بس 21، يعني هاجم على مود 90%، ما ادري ليش هاجم، كلها بالمخازن. وعنده عفوا عنده بس ارشر وحرامي. طبعا هاي مسرعين الهجوم احنا. ها طلع على الدعم، كان ادي دعم هنا عمالقة ومنيون وارشر. ارشر ليفل 6. هنا اخذ له صفنة، قال هاي شلون ورطة بالدعم. وهنا نزل تقريبا حرامية هواية على مود ياخذ عبال الموارد بالمصانع. وطبعا نزلت بالتحديث الجديد ايضا مشروبات اللي هو مثل ما نقول هزة الارضية، او واللي تسحب طاقة الدعم، او الملك او الملكة. ومشروب ثالث والله لسه ما اعرف شنو هو بصراحة. مستخدمة. طبعا انا راح اطور التاون هول 8 مثل ما تشوفون لي، راح يصير القرية يعني دفعاتها كلها ماكس ما عدا البرج الساحر والتسلا. انا اطورهن، ما اهتم للجدار. طبعا الجدار كله 6، كم واحدة 7، فما اهتم للجدار اني. اهم شي عندي دفاعات مثل ما تشوفون، ولا نجم اخذ. طبعا هذا التصميم اللي حاب ياخذه وقف الشاشة، احفظ التصميم وديه على قريتك اذا كانت تاون هول ليفل 7. هاي بس لازم نفس الفخاخ ونفس كل شي. بس هذا التصميم مثلا اذا ردت تجمع دارك اليكسر، تطلع الملك برا وتنزل دارك اليكسر بمكانه. هاي طريقتي. وتقدر مثلا تغير وانصحكم يعني لا تغيرون مكان فخاخ، لان مكان فخاخ صحيح جدا، يعني اي واحد يدخل هجوم ارضي او هاي يخسر قبل. وآسف اذا طولت عليكم الحلقة، ولا تنسى اذا عجبتك الحلقة اضغط لايك، اذا ما عجبتك اضغط ديسلايك. واتمنى تشترك بالقناة، سبسكرايب، وقل لي بالكومنتات تعليق شنو تريد بالحلقة القادمة. ومع السلامة.